بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بإخلاص النية في القول والعمل، وجعل النية الصالحة أساسا لقبول الأعمال، فقال في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست فذكر. في هذه الحلقة سنبدأ رحلتنا بالحديث عن إخلاص النية وأهميتها العظيمة في حياة المسلم. وقبل ما نبدأ حلقتنا أحب أقول لكم كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وأن يجعله شهرا مليئا بالخيرات والبركات عليكم بإذن الله تعالى. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير عشان نوصل الفيديو لكل إخواتنا في الدال على الخير كفاعله. صلوا على النبي قبل ما نبدأ عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا. أولا، ما هي النية؟ النية هي القصد الذي يوجه به الإنسان عمله، وهي محلها القلب. فالنية ليست مجرد كلمات تقال باللسان، بل هي توجه القلب نحو الله والإخلاص له في كل عمل وفعل نقوم به. طيب، أهمية النية في الإسلام. أولهما وأهمهما هو قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإخلاص شرط أساسي لقبول العمل مهما كان العمل الذي فعلته صغيرا. ثانيهما وهو تحويل العادات إلى عبادات. فالنية الصالحة يمكننا تحويل الأعمال اليومية العادية إلى عبادة، كمثل تناول الطعام وتأدية العمل والدراسة وحتى أثناء النوم. يمكن أن تصبح هذه العادات إلى عبادات إذا قصدنا بها طاعة الله سبحانه وتعالى. ثالثهما وهو مضاعفة الأجر. النية الصادقة قد تجعل العمل البسيط عظيما في ميزان الحسنات. وعلى سبيل المثال، صدقة صغيرة بنية خالصة قد تكون أفضل من صدقة كبيرة بدون إخلاص لله. فقد تقدم عملا صغيرا وبسيطا بإخلاص لله سبحانه وتعالى أفضل بكثير من أن تقدم عملا كبيرا بدون إخلاص النية. تمام؟ كيف نخلص النية لله عز وجل؟ أولهما تذكر أن الله يعلم ما في القلوب. قال الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فإن الله سبحانه وتعالى يرى ما يدور بداخل القلوب. ثانيهما وهو محاسبة النفس. اسأل نفسك دايما: لماذا أفعل هذا العمل؟ أو لما أقدم هذا الفعل أو العمل؟ هل أفعله ليرضي الله عز وجل أم لأجل مدح الناس؟ خلوا بالكم قوي من النقطة دي. طيب، وثالثهما هو تجديد النية. قبل كل عمل اجعل نيتك خالصة لله وحده لا شريك له، وحتى أثناء تأدية هذا العمل. وإذا شعرت بأن نيتك بدأت تتغير جددها على الفور واجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. تعال أقول لكم قصص من السلف عن الإخلاص. كان أحد السلف يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وهذا يبين لنا أهمية مراقبة النية باستمرار. في نهاية حلقتنا النهاردة إخوتي وأخواتي، عايز أقول لكم إن الإخلاص هو السر الذي يرفع الأعمال إلى السماء، وهو الزاد الذي يثقل ميزان الحسنات. فلنجعل نوايانا خالصة لله سبحانه وتعالى في كل قول وعمل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل نوايانا خالصة دائما صالحة لوجهه الكريم. إلى وأن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمانه. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.